السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايب عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل أكلة كده برضو مش هتوقفك في المطبخ كتير. هنحسبها من سلسلة الركن الإيطالي كده، حاجة خفيفة جميلة طعمها لذيذ جدا هتعجبك وهتعجب الأطفال. يلا نشوف بينا بقى هنعمل ايه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا كان عندي هنا صدر الفرخة ده، كان متبقي من فرخة أنا كنت شايلة صدرها. اداني السبع قطع دول لما يعني قطعته كده شرايح زي البانيه. بعد كده تبلته بملح وفلفل اسود بس، مش هحط حاجة تانية. وخلي بالك ما تكتريش الملح لان لسه الطبخة هيتحط فيها ملح برضو. بصراحة الطبخة دي اخدت مني في المطبخ بس هي نص ساعة، ما وقفتش اكتر من كده. تبلتها بالملح كده وبرضو هرش رشة من الفلفل كده بسيط برضو مش كتير، عشان ما تبقاش حامية عليكي او لو في اطفال كمان. ممكن تحطي رشة زعتر، بس انا ما كانش متوفر عندي زعتر يعني، فاكتفيت بالملح والفلفل. وكان بصراحة طعمها حاجة مش عادية خالص. جبت هنا كده بقى مقلاية، حطيت فيها حبة زيت وكمان معلقة من الزبدة، يعني مكعب كده من الزبدة. ونزلت الصدور الدجاج كده في الزبدة. النار تكون طبعا يعني عالية شوية مش عالية قوي، يعني يا دوبك قبل العالية بشوية عشان تدي صدمة لصدور الدجاج. ممكن تعمليها بوراك مخلية، انا عملتها بالصدور هو ده اللي متاح عندي. ولما تاخد لون من ناحية كده اقوم قلبها على الناحية التانية. هتتابعيها كده على النار عشان ما تتلهفش منك. وبعد ما تاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتي شايفاه ده، هتطلعيها بقى في طبق نضيف كده على جنب. تمام كده حلو جدا. انا بشوف اللي لسه عايزة تحمر شوية تبقى لونها ذهبي بسيبها. وبعد كده برضو هطلعهم في الطبق. في نفس بقى المقلاية هي هضيف برضو مكعب زبدة صغير عشان اكمل الزبدة لان دي ما كانتش كتير قوي. وبعدين هضيف 3 فصوص توم مفرومين كده. التوم ريحته تطلع بس ما تخلوش ياخد لون نهائي، ريحته تطلع فقط مش اكتر من كده. بعد ما ريحته تطلع هتزودي معلقتين من الدقيق او معلقة ونص. وبعد كده قلبت كده الدقيق لحد ما ريحته راحت في الزبدة. تقلبي كده عشان ما يبقاش فيه تكتلات ولا اي حاجة. وبعدين ضفت لتر الا كوباية من الحليب. ممكن لتر الا كوباية دول تعمليهم نصهم حليب لبن والنص التاني مية، زي ما انا هزود كده لان دول اصلا ما كانش لتر الا كوباية، بس المضمون كله السوائل اللي اتحطت لتر الا كوباية. لو حسبناها حليب كامل هيبقى لتر الا كوباية، لو حليب على مية هيبقى لتر الا كوباية برضو. انا زودت ميه كده عشان عايزه اخففه شويه، مش عايزاه تقيل قوي. انا مش عايزاه تقيل زي البشاميل، لا انا عايزاه اخف من البشاميل شويه، يبقى زي الصوص الابيض اللي بيتعمل للباستا او الجمبري والحاجات دي. زودت بقى الملح والفلفل حاجه بسيطه خالص، ما تزوديش كتير. وبعد كده تدوقي الطعم. وكمان ضفت مكعب من مرقه الدجاج. ضيف الملح واحده واحده، حاجه بسيطه خالص عشان ما تتفاجئيش ان هو مالح جدا. انا دقت الملح لقيته تمام مع مرقة الدجاج كده زي الفل قوي. بعد كده ضفت بقى صدور الدجاج اللي انا كنت شوحتها في الزبدة. هغطسها كده بقى واغطي عليها ربع ساعة. هجسها كده بالشوكة، لقيتها مستوية وزي الفل. هقوم جايبة بقى نص ربطة بقدونس، نص ربطة كفاية.
ونص ربطة صغيرة كمان، يعني دي مش ربطة كبيرة. وضفت البقدونس كده طبعا مغسول يعني نفضته من المية كويس، وقطعته كده قطع صغيرة، تخريطة صغيرة خالص، وبعد كده ضفته على الفراخ بالبشاميل. بعد كده بقى في الوقت ده انا ولعت الشواية عشان تسخن الفرن، وشلت صدور الدجاج واحدة واحدة كده. بصراحة انا شلتها واحدة واحدة، ممكن تقلبيها مرة واحدة، بس انا كان ابني ماسك فيا فكنت خايفة عليه، فانا شلتها واحدة واحدة كده. وبعد كده هضيف البشاميل بالبقدونس ده فوقيها، ده اللي انا اكتفيت بيه. بس كده هظبط بقى الدنيا كده وهسويه. وبعد كده معايا بقى جبنة موتزاريلا، ممكن تدخليه الفرن على كده لو مش متاح جبنة موتزاريلا، بس انا حطيت الجبنة الموتزاريلا هتدي طعم وكمان مطة رهيبة جدا وجميلة. هضيف بقى الموتزاريلا كده. واحدة مرة سألتني في التعليقات بتستخدمي موتزاريلا ايه لما كنت بعمل المكرونة البشاميل. انا عادة مش بحط موتزاريلا فوق البشاميل، المكرونة يعني عموما. بس يوميها كنت حطاها عشان التصوير. انا بستخدم يا اما موتزاريلا فريش يا اما الحمد، الاتنين بالنسبة لي كويسين جدا. هدخله بقى تحت الشواية ياخد لون القمر ده، مفيش 10 دقايق وطلع او 5 دقايق كمان، على حسب الشواية بتاعتك حامية او هادية. عملت معاه رز بشعرية كده، ممكن تقدميه مع عيش او مكرونة بيضة من غير صلصة يعني، او مع رز بشعرية او رز ابيض. انا عملت معاه رز بشعرية، كان الطعم بصراحة مش عادي. دقت بقى هنا الطعم كده مع الصوص الابيض ده، بصراحة صدور الدجاج مع الثوم والزبدة حاجة بصراحة جميلة جدا، الطعم رهيب جدا وهايل. وزي ما انت شايفة كده الشكل عامل ازاي. زوقته انا في الاخر كده بشوية البقدونس دول، وكده خلاص خلصت الوصفة بتاعتي. لو اول مرة بقى تشوفيني وعجبك الفيديو، ياريت ما تنسيش الاشتراك واللايك وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.